بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم طبق جميل جدا، طبق الرز البسمتي من غير رز أصلا بسمتي. وأوعدكم إن شاء الله إن الطريقة دي هتعجبكم جدا، وهستنى تعليقاتكم بعد ما تعملوها. هنكمل بس الأول جزء من قصة سيدنا محمد. احنا كنا وقفنا عند سيدتنا حليمة لما خدت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما رفضت كل المرضعات إن هي تاخده. خدته وراحت بيه لقبيلة بني سعد، وقالت إن هو كان مصدر خير ورزق عليهم، ومن عادات العرب إن بعد السنتين بيرد الطفل تاني إلى أهله. بس بعد السنتين رجعت السيدة حليمة بيه، وترجت السيدة آمنة إن هي تسيبه معاها شوية كمان أو فترة تاني يعني. فوافقت السيدة آمنة بعد إلحاح من السيدة حليمة. ولما كمل سيدنا محمد ال4 سنين حصل له معجزة شق الصدر كلنا طبعا عارفينها. فخافت عليه السيدة حليمة فردته تاني لأمه، وحكت لها على اللي حصل له. فطمنتها السيدة آمنة وقالت لها ما تخافيش. بعد كده عاش مع سيدنا محمد بقى في مكة مع أمه لحد ما كمل 6 سنين. ولما كمل ال6 سنين كانوا راحوا يزوروا بيت أخواله، والسيدة آمنة برضو كانت متعودة كل سنة تروح تزور قبر أبوه عبد الله. في أثناء العودة تعبت السيدة آمنة تعب شديد جدا وماتت، فدفنته أم أيمن حاضنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معاها سيدنا محمد، يعني هو دفن أمه وهو عنده 6 سنين. رجعت بيه بعد كده بقى لمكة، تكفله جده من 6 سنين لغاية ما كمل 8 سنين وتوفى جده، فانتقل إلى بيت عمه أبو طالب اللي تكفله برضه، وكان بيفضله على أولاده، وكان بيحبه جدا. وزوجة أبو طالب برضو كانت بتحبه جدا، واشتغل بالرعي عشان يساعد عمه، لأن عمه مع كتر أولاده كان عنده ضيق حيل يعني، أو كان فقير بمعنى أصح. اشتغل بالرعي فترة لغاية ما كبر وبقى شاب، وابتدى يشتغل بعد كده بالتجارة، وكان بيروح مع عمه في رحلات إلى الشام. وسمعت السيدة خديجة عن أمانته وعن مهارته في التجارة، فأرسلت له ميسرة الخادم بتاعها عشان يروح برحلة للشام أو يخرج يعني بالتجارة بتاعتها. وهكمل معاكم إن شاء الله الجزء الجاي إن شاء الله في الفيديو الجاي. هنقول بقى بسم الله. أنا عندي هنا التوابل اللي بتحبيها، توابلك المفضلة: فلفل أسمر، نص معلقة سكر، ربع معلقة بابريكا، معلقة صغيرة كزبرة بتدي طعم وريحة حلوين قوي، ورقتين لورا، كركم، ولو حابه تحطي كاري برضو حطي، مفيش مانع، كل واحد زي ما قلت اللي بيحب يحط اللي بيحبه. كام فص حبهان، وكام عود قرنفل، وعود قرفة خشب، وواحدة لومي بس. وعندي بقى الملح. ده لسان عصفور، هتعملي لسان عصفور رز بسمتي وهيطلع احلى من الرز البسمتي كمان. هنقول بسم الله بقى. انا حطيت معلقتين سمنه، ويا ريت سمنه بلدي او اي سمنه عندك، بزيت اي ماده دهنيه بتحبيها. وحطيت كيسين لسان عصفور، هبتدي احمرهم كده زي ما انتم شايفين لغايه ما لونهم وصل للذهبي الفاتح جدا زي ما انتم شايفين، لسه ما اتحمرش. هجيب بقى بصلايه واخرطها رفيع. انا ما حطيتش البصلايه من الاول، انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزه البصلايه تفضل بيضه كده يعني، يا دوبك هتدبل معايا. وما حطيتش برضو التوابل في الاول زي ما بنحطه في الرز البسمتي عشان ما تمررش. التوابل لو حمرتيها كتير مع لسان العصفور من الاول يعني هتمرر معاكي. انا حطيتها بس هقلبها تقلبتين كده، هيكون لسان العصفور وصل معايا للون الذهبي اللي انا عايزاه. بقلبهم الأول كده لوحدهم، بعد كده هقلبهم مع لسان العصفور. لسان العصفور زي ما انتم شايفين ابتدى ياخد اللون الذهبي، وخد اللون الأصفر برضو من الكركم. هيكون عندي بقى شوربة مغلية أو مية مغلية، أو ما عندك الشوربة ممكن حبة مية وتحطي عليهم بوكيه جرنيه، يعني تحطي بصلاية، قرن فلفل رومي، طماطماية، جزراية، هتديكي طعم شوربة حلو أوي، حبة ملح وفي حبة فلفل. أنا كده وصلت للون اللي أنا عايزاه، نزلت عليه بقى بالشوربة. الشوربة بتكون أعلى منه بحوالي يعني 2 سنتي تقريبا. أنا مزودة الشوربة شوية. هكمل بقى الملح بتاعي، هظبط الملح يعني. وده شكله بعد ما استوى. تحس ان في سنة مية زيادة او سنة شوربة زيادة، بس انا بسيبه كده لان لسان العصفور والمكرونات معروف ان هي بتحتاج مية اكتر. يعني عبال ما تيجي تغرفيه هيكون بقى بالشكل ده. ممكن تحطي على وشه معلقة زيت لو خفتي يتلزق من بعضه، بس هو مش يتلزق منك يعني، ما تخافيش. شروط بقى في لسان العصفور تحاولي تعمليها. احنا قلنا نزود المية شوية او الشوربة. المية لازم تكون بتغلي، ما تنزليش المية او الشوربة عليه باردة لان هيعجن معاكي مش هيبقى حلو.
يغلي غلوتين وبهدي النار عليه عادي خالص بقى، بتعملي معاه زي ما بتعملي مع الرز المصري بتاعنا والرز البسمتي يعني. مش هياخد معاكي سوا كتير على فكرة، وبيبقى اوفر بصراحة وارخص من الرز البسمتي. وده بتاع الزنقات بقى، لو ما عندكيش رز ومش هتضطري ان انت تنزلي تجيبيه، بلسان العصفور على طول هيتعمل وهيبقى زي الفل. وبتمنى ان شاء الله ان وصفتي النهارده هتعجبكم. بألف هنا.